وأعظم زفاف عرفه التاريخ زفاف سيدنا محمد من أمنا خديجة، عندما ذهب أبو طالب مع زعماء قريش وأمراء مضر يخطبون خديجة لسيدنا محمد. وقف أبو طالب خطيبا في خطبة النبي وقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وضئ معد وعنصر مضر. الحمد لله الذي جعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكام الناس. ثم أن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوازن به رجل من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ونبلا. وإن قيل في المال قل فالمال ظل زائل. شوفوا ما أجمل هالكلام سيدي أبو أحمد. وإن قيل في المال قل فالمال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، وله في خديجة رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. قام عم خديجة عمرو بن أسد وقال: نعم الصهر محمدا، إن محمدا هو الفحل الذي لا يقدع أنفه، رضينا بمحمد صهرا وصدقه لنا مهرا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سن الزواج لإحصان وإكثار من ثيبات عفيفات وأبكار، والمرء عار عن خل يؤانسه، فاختر لنفسك ثوبا أيها العاري. أيها الإخوة، إن الله مدح أنبياءه الذين تزوجوا وطلبوا الولد، فقال الله لسيدنا محمد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومدح الله أولياءه الذين تزوجوا وطلبوا الولد، فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسيدنا زكريا طلب الولد ورزق بيحيى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وسيدنا إبراهيم رزق بإسماعيل على الكبر. وسيدنا عيسى المسيح رفع إلى السماء وهو ابن 33 وسينزل إلى الأرض ويتزوج من أمة سيدنا محمد ويبقى 7 سنين ويولد له ولدان، وله الآن مكان في الدفن في الروضة الشريفة عند قبر سيدنا محمد.